السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده ان شاء الله. وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. المهم البنات، اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفه جديده، وصفه فعاله ومضمونه والنتيجه في البلاصه. البنات وصفه اقسم بالله ما غتندموا عليها الا جربتوها. وصفه صراحه انايا صدماتني بالنتيجه ديالها، وما فيهاش شي مكونات اللي ما كاينينش في الدار. وصفه من الكوزينه ديالك اختي، تقدري تستعملي هذوك المكونات اللي عندك في الكوزينه، تصنعي منهم ماسك سحري للتبييض. الزغب ديال اليدين كيولي شهب، يدك تتولي بيضه لرجيله الصيقر. والله اختي غير لما بغيتيش تهلاي في راسك، قسما بالله الا ما بغيتيش تهلاي في راسك وما بغيتيش تحتاني بالنفس ديالك وما بغيتيش تباني زوينه وبيوضه في هاد الوقيته هادي. المهم البنات، هنايا غادي نبدا معاكم. هنا خديت كاس ديال الماء. المهم كاس، خديت انا القياس اللي بغيت، تقدري ديري كاس كبير كاس صغير من القياس اللي بغيتي انتي. درت فيه معلقه اونص ديال مايزينا. عارفين البنات المفعول ديال مايزينا في التبييض فعال بزاف بزاف، وفيها النشويات بزاف، كتساعد انه تبيض، وكنستعملوها في الماسكات لوجهنا وفي اليدينا وفي كلشي. المهم هنايا البنات خلطتها مزيان. هذيك المايزينا غادي نديرها في الكاسرونه، غادي نديرها فوق نار مهيله حتى تعقد ليا غير واحد شويه، وغادي نجيبها. المهم هنايا البنات من بعد ما درتها فوق نار مهيله وجدتها، غادي نضيف عليها مكونات اخرين. المهم هنايا البنات من بعد ما ولات ليا كريمي، غادي ناخذ ترمس. البنات الا لقيت التصويره ديالو غادي نخليها هنايا. الا قلتي للعطار عطيني الترمس، بغيتيه مطحون تجيبيه بغيتيه مطحون تاخديه من عند العطار مطحون، ما بغيتيش مطحون كتاخديه هو بحال واحد النوع ديال واحد النوعيه ديال الفول يمكن. ما بغيتيش مطحون بغيتيه مطحون كيعطينك مطحون، ما بغيتيش مطحون كتجيبيه من عندهم مطحون، ما بغيتيش مطحون كتجيبيه حتى للدار وطحنيه. المهم هنايا البنات نزلت عليهم عصير نص حامضه. البنات الحامض جد جد فعال في التبييض، وكيعطي واحد النتيجه واضحه في الوصفات. اي وصفه درنا فيها الحامض كتكون عندها واحد النتيجه مضمونه. كاين الناس اللي كيديروا الحامض في الحنه مع ضمن المسوس، بزاف البنات كيديروه بزاف في الماسكات. المهم هنايا البنات درت ترمس وهذيك مايزينا وعصير نص حامضه، مخلطهم مزيان. البنات صراحه هذا الماسك زوين وفعال، اقسم بالله البنات درت منه انا، درت منه خالتي، درت منه اختي. ماسك زوين. هذا القياس هذا كفانا حنا بثلاثه، درتو ليديا ولرجليا، كان زوين صراحه مع داك عرفتو البحر وداكشي. النص ديال يدي سمر النص بيض، صراحه هو اللي حل لي هذا المشكل هذا. ما بقاش عندي نص بيض ونص كحل، ولات يدي كامله بيضين. يعني حيدات لي ديك السموريه ديال الشمس اللي ما كتبغيش تحيد تاع البحر. هاد الوصفه هذه فعاله ليها البنات. بالنسبه للطراساج في الرجيلات ديال الصنيديلات، بالنسبه للبنات اللي كيسوقوا الموتور بزاف يديهم بلاصه بيضاء الفوق بيض والتحت سمر. صراحه البنات هذا الماسك هذا زوين، غير جربوه ما غاديش تندموا عليه. هنا البنات زدت باكيه ديال الخميره تاع الحلوى. المهم كاينه ازا، كاينه هاد الماركه هذه، تقدروا ديروا اللي بغيتو. وهنا البنات غادي نزيد المكون السحري اللي هو الديكاباج نمرة 6. غادي تقولي مول المكياج ولا مول الحانوت عطيني الديكاباج اولا لوريال، المهم اللي بغيتي فيهم. هيا خليت لكم العلبة تقدروا تسكرينوها باش تاخدوها. وهنايا البنات ضفتها على ديك باكية الخميرة مع هذوك المكونات اللي كانوا، وخلطهم مزيان البنات. كيف ما كتشوفوا الوصفة عندي ضاعفات الكمية ديالها، ولكن ما غاديش نستعملها وانايا هكا كدير. كنبقى كنخلط فيها مزيان حتى كتجانس ليا المكونات كاملين وكيولوا ليا على شكل كريمي عاد باش غادي نستعملهم على اليدين ديالي. هنا البنات تقدري تزيدي عليهم اي زيت عندك، زيت اللوز، زيت ارغان، زيت العود، زيت الكوك، زيت الجليسيرين. اي زيت عندك في البيت تقدري تستعمليه مع الوصفه. المهم تيكون الدور ديال هذاك الزيت هذاك النشاف اللي ما تيخليش هاد الوصفه تنشف لك اليدين، بما انها فيها مايزينا. كما كتعرفوا مايزينا كتنشف، ما كتخليش اليدين ينشافوا. المهم تقدري ديري اي زيت، ما عندكش زيت تقدري ديري حليب اللوز الا كان. المهم هنايا انا البنات زدت معلقه ديال زيت العود، زيت زيتون عاديه، وغادي نطرب الوصفه مزيان وغادي نستعملها على يديا
كنتمنى البنات ما تنساونيش من لي لايك ومن التعاليق ديالكم زوينين، وشكرا بزاف للدعم ديالكم ليا في القناه، ولهلا يخطيكم عليا، قناتي منوره بكم ولهلا يخطيكم عليا. وكنتمنى تجربوا الوصفات ديالي مضمونين 100%. كيف ما كتشوفوا البنات بقيت كنخلط الوصفه هنايا كامله حتى ولات على شكل الكريم، ما بقاتش منفعله كيف ما كانت. هنا البنات غادي نحاول نجمعها في بزلافه كامله الوسط، وغادي نطبقها معاكم مباشره على ايدي البنات. والله لا نتيجه مضمونه، اقسم بالله لا وصفه غزاله البنات، والله ما غتندموا عليها. غير جربوها، ما عندها باش تضركم، والمكونات كاملين كاينين في الدار. وكنتمنى اللي جرباتها ترجع عندي في التعاليق تقول لي كيفاش كانت النتيجه، واش عجبتها ولا لا. والله يخطيكم عليا، اقسم بالله انا بلا بكم والو. واللي مازال متبعه الفيديو حتى لدابا كنشكرك بزاف بزاف. شوفوا البنات، هذه يلاه درتها كيبان الفرق. المهم انا غنبقى كنزيد وكان ماصي باش تدخل ليا الجلده ولا بو ديال اليدين. المهم البنات، هاد الوصفه ماشي ديال الوجه، تفاداو ديرها لوجهكم، تقدري ديرها غير لايديك ورجليك صافي، اولا اليدات ديالك كامله الا بغيتي. المهم البنات، انا كنبازي بزاف هنايا على ايديا ورجليا، هما اللي كيكونوا معرضين للشمس بزاف وما تيكونوا سمرين بزاف. وتقدر اللي بغات ديرها اليدات ديالها كامله ديرها، ماشي مشكل. ما كتخليش البنات حتى ديك السموريه اللي كتكون في الصبيعات، سموريات اليدين، سموريات رجلين، طراساج ديال الصنيديله، هذاك الشيء كامل البنات ما كيبقاش. غير جربوا هذه الوصفه ما غاديش تندموا عليها. المهم البنات، هنا غادي نديرها ليديا بجوج، وغادي نخليها واحد المده حتى تبان لي النتيجه مزيان في ايديا. وهنايا البنات غادي نغسل حتى رجيلاتي، وغادي ندير لهم واحد الكوماج، ومن بعد غادي نغسلهم مزيان، وغادي ندير لهم هذا الماسك هذا. حتى اليدين البنات ما تطبقوهاش قبل ما ديروا كوماج ليديكم باش يكون اليدين رطيبين. كيف ما كتشوفوا درنا فيها الزيت، ترماس، مايزينا، خماره. صراحه البنات وصفه زوينه وفعاله، كنتمنى انكم تجربوها. ولهلا يختيكم، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم والوصفات اللي بغيتونا نصور لكم من هنا للقدام. وشكرا بزاف بزاف، ولهلا يخطيكم عليا. ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ديالي، كنقول لكم مرحبا بكم، نورات بكم، ولهلا يخطيكم عليا. وكنعاود نرحب بالناس القدام اللي عندي في القناه، حتى نتوما مرحبا بكم. القناه راه منوره غير بكم، ولهلا يخطيكم عليا. وشكرا بزاف بزاف للدعم ديالكم ليا. وكنتمنى نكون كنفيدكم. كيف ما كتشوفوا البنات هنايا من بعد ما درتها وكنهزها، نتوما البنات شوفوا الفرق بين البلاصه اللي ما فيهاش الماسك والبلاصه اللي فيها الماسك، كاين فرق واضح البنات. هادشي غير في دقائق قلال، في ثواني قلال، يعني ما خليتهاش واحد المده في يديا حتى نشفات. وكنبين لكم النتيجه باينه ومضمونه 100%. في مده قصيره البنات، انا مازال هنايا ما خليتهاش بزاف في يديا والله، وبقيت كنلعب بحال هكا كنمصيبها مزيان باش يشربوا يديا. الصراحه البنات يديا تكرفسوا ليا في هذا الصيف هذا مع السوقان والشمس، والله الا يديا تشوطوا ليا، مابقاوش يديا بيضين. خرجت عليا الشمس البنات، خرجت عليا الشمس والله، كاملين حرقاتنا الشمس والله. ولكن اش غادي نديرو، هذا محط الله، ضروري نطلعو فلوسنا. الا ما كانش وصفات بحال هكا ما غاديش نرجعوا اللون ديالنا، راه معرضين للشمس، معرضين للتمار، الله يحسن العوان. خصنا نعتنيو بروسنا. هنا البنات عرفتي ما صدقتش انه كاينه هذيك النتيجه، كنعرب كنعاود. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم البنات، ورحله اختكم اليوم. شكرا بزاف على المشاهده.